واجه الخوت واجه الأصدقاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مفاجأة كبيرة في عالم كرة القدم، هي يا سيدي. عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان هو اللي ربح جائزة البالون دور 2025. الكرة الذهبية كتعتبر أكبر تتويج فردي في أوروبا والعالم، وديمبيلي قدر أنه يتفوق على نجوم كبار بفضل الأداء ديالو الرائع الموسم اللي فات مع باريس سان جيرمان ومع المنتخب الفرنسي. صراحة اللاعب عطى موسم استثنائي، تمريرات حاسمة، أهداف حاسمة في مباريات كبيرة، وتأثير قوي في هجوم باريس سان جيرمان. وبزاف ديال المحللين قالوا ان هاد النسخة ديال ديمبélé كانت الاكثر نضجا وقوة في المسيرة ديالو كاملة. المهم الجماهير كاملة كانت متفاجئة، لكن بزاف فرحوا حيت ديمبيلي عاش إصابات كتيرة في المسيرة ديالو، ومع ذلك ما استسلمش ورجع بقوة حتى ولا أفضل لاعب في العالم. إذن ديمبيلي كتب الاسم ديالو في التاريخ بالبالون دور 2025. ولكن إلا شفنا المجهودات ديال أشرف حكيمي، كان حاضر طول الموسم، عطى موسم ثابت، ساهم بقوة في الهجوم وفي الدفاع، وكان عنده تأثير كبير مع المنتخب المغربي، وبزاف كيعتبروه لاعب دار الخدمة بصمت وإصرار. والسؤال هنا كيتطرح: واش الجوائز كتشوف غير الأهداف والمهارات الهجومية، ولا خاصها تقدر حتى اللاعبين اللي كيعطيو التوازن للفريق بحال حكيمي؟ أنا شخصيا كنشوف أن أشرف حكيمي دار أكثر من اللازم باش أنه يكون مرشح قوي للكرة الذهبية. وانتوما شنو كيبان لكم؟ واش ديمبيلي فعلا كان الافضل، ولا حكيمي اللي كان احق باش انه يدي البالون دور؟ المهم كنتمنى انكم تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش اللايك وديروا سبسكرايب الا ما كنتوش مشتركين قبل. تبارك الله عليكم.